مسا الخير والتماسي على اخواتي واحلى ناس في الدنيا كلها. مساكم هنا وسعاده وفل وخير يا رب، او صباح الخير لو انتوا بتشوفوني الصبح، ايا كان انتوا منين او فين او عايشين ازاي او توقيتاتكم عامله ايه. نصلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. بصوا انا عايزه الكومنتات تزلزل كده من الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه ولايكات كتير 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 وفولو بقى لو بتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك. ويلا بينا كده نقول يا هادي الحال يا رب ونشوف روتيننا ده حاجه كده خفافي. بصوا انا طبعا انتوا عارفين ان الشقه عندي متبهدله ومقلوبه بسبب الانتريه. هتقولوا لي ما جاش ليه يا ميسو؟ هقول لكم يا حبيبه قلبي خلوه مش مستعجله والله العظيم عليه. انا حابه ادي للشقه وسع وبراح، واهو بنقعد على الارض اليومين دول اهو منها واليها نعود عادي جدا خالص يا خالص. المهم ان شاء الرحمن كل سنه وانتم طيبين وبرمضان متهنيين ان شاء الرحمن، ويعود علينا الايام بخير لا فاقدين ولا مفقودين يا رب ان شاء الرحمن، ويجعل الايام ايام خير وهنا وسعاده يا رب. كله بقى كده يدعي لبعض وما تنسونيش من دعواتكم كده بظهر الغيب بصلاح الحال وسعة الرزق والشفاء وكل اللي نفسكم فيه ربنا يحققه لكم ويحققه لنا يا رب. كل اللي نفسنا فيه ويدينا كل واحد فينا يا رب، يا رب يدي كل واحد على قد نيته بصراحة. وانا دايما بقول ايه، اللهم اعطي كل انسان ما يتمناه لي. المهم انتوا شفتوا خلصنا اوضه النوم فرشنا ملايتنا، الغسيل معرفش ليه ما بيخلص، وحياة ربنا يا جماعه الشقه مقلوبه كده الغسيل ما بيخلص. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم معرفش. تمام ما علينا. بصوا الاوضه بتاعت الانتريه بتاعنا الصالون، تمام، الليفينج روم اسموها زي ما تسموها، انا ما عنديش اعتراضات من المسمى ماشي. الصاله بقى ايا كان انتوا بتسموها ايه. بصوا يا على الروقان، فاضيه وما فيهاش حاجه ولا كراكيب ولا كراسي ولا حاجه، وكانت ايه 100 فل و14. هنا طبعا بلملم بقيه الفطار اللي كان عندنا. هتقولوا لي دي معلقه فول يا ميس، هقول لك والله يا اختي لم النعمه هتلمك الحمد لله. بوتجاز اهو باركولي، شايفين يا ماركول اللي بيتريق على بوتجازي وكان بتقول لي ايه ده زيفت ده ايف ده ايخ. لا ولا اسمعش لاي واحده فيكم، انا ما اسمعش لواحده نيفر فور ايفر. اي واحده هتقول عليا اخي عليكي يا ميسه هقول لها اخي عليكي انتي ثم انتي ثم انتي. مين دي اللي اخي يا بنتي؟ انا بس اللي بقول معلش خليك كده متهوي شويتين ومنتن شويتين، بخاف عليه من الحسد. اصل وحياتكم يا اختي لما بيتغسل بينور وبيبقى قمر. بصوا ده لما اتغسل العين مش راضيه تولع، اللي مش راضيه تولع دي خالص. المسمار المفتاح بتاعها معرفش ماله علق. هقول له ايه؟ المهم قلنا بس نولع كده، وكان ربنا غنانا كده واشترينا نص كيلو لحمه. لا 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 يا حلاوه يا ولاد. وجبنا مع النص كيلو لحمه ايه قلت للراجل اديني حته دهن وشويه عروق. اللي هيقول لي ايه العروق دي يا ميس؟ هقول لهم يا اختي كده عروق في اللحمه بتبقى شبه ايه الكوارع، خلينيها شبه الكوارع بس عادي يعني، اي حاجه بتدي تطعيم وخلاص. تمام. حطينا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل سبانخ باللحمه بحمص الطبيخ. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الحلاوه. بألف هنا كده الكل من ياكل. هتقولوا لي هتعملي هتطبخي وسايبه مواعينك؟ هقول لكم ايه المشكله، هولع على اللحمه تستوي تمام وتتشوح، اكون شطبت المواعين لميت المطبخ خلصت الدنيا خلصت. اضربي 100 عصفور بحجر واحد، هوب ارمي كده فضي كده يمين في شمال شمال في يمين. بصي احنا الستات دي اللي عاملين زي المكوك بنجري كده، الانسان القليل اللي ليه 100 ايد. تمام. الحمد لله طبعا الحمد لله ربنا يقوينا، وخصوصا بقى لما يكون معاك عيال ومدارس وبيت ودروس وتمارين وتجري وتتنططي وتتشقلبي زي حالاتي كده قاعده فاضيه. كل اللي في حياتي مين؟ سي الاستاذ منصور. تمام. هنا دول اللي في الطبق ده كان شويه صلصه متسبكين عندي من قبل كده، حطيتهم وطلعت كيس صلصه. الطماطم دلوقتي يا جماعه ب2 جنيه ونص، الحقوا كل يلحق يجيب قطه ويخزنها عشان رمضان، واللي ظروفه مش سامحه الله يعينه ويقويه ويتولاه الله برحمته. بجد اكتبوا لي كده في الكومنتات قولوا لي بتخزنوا خضار ولا لا. انا كل اللي عملته ان انا جبت شويه طماطم سبكتهم والله وبستخدمهم. هتقولوا لي انت مش مسبكاهم لرمضان؟ هقول لك والله يحيينا ويحييكي يا اختي ربنا الله يدينا الصحه بقى وايه
ويكرمنا ونقضي رمضان ده في بيتنا، ما اروحش المستشفى، لاني ما اعرفش بقالي 4 سنين كل رمضان لازم اروح افطر بره، لازم. ما انا بقول للمنصور اعزمني يا منصور، ما بيرضاش يعزمني ولا يفطرني بره. انا بقى بعمل ايه؟ انتوا عارفين احنا الستات قادرين، ولا حد يقدر علينا ولا حد بيسدنا. بقوم عامله ايه؟ متدلعه لي شويتين، اروح اقعد في المستشفى كام يوم، يا سيكي يا سيكي افطر واتسحر. وبصوا بقضيها بعمل الخيمه الرمضانيه بتاعتي في المستشفى. ربنا يشفينا ويعفو عنا جميعا يا رب. المهم بصوا على ما اللحمه بتستوي، بصوا تك ترك هوب، ادي فرشه يمين فرشه شمال، يلا بصوا اقلبوا. شايفين هنا بقى اتسبكت اللحمه وسبكت الطماطم وكل حاجه، بس الطماطم دي كانت كتيره او الصلصه دي كانت كتير، رحت منقصه منها حبه تمام، وحطيت شويه ميه ويغلوا مع بعض. الله اكبر الله اعظم، الله اكبر والعزه لله. تمام. نملى ازايزنا اللي ما بتخلص. ماشي. والناس اللي بتكتب لي تقول لي هاتي كولدير يا ميسه، والله يا حبيبتي انا قاعده في الشقه بتحرك بالعافيه الحمد لله. اللي بتقعد تقول لي انت سايبه مواعينك بايته بره، والله يا اختي هي مش بايته عند حد غريب، سايبه مواعينك بايته في الحوض، مش بايته عند غريب. القط صبنت الحمام، بص بقى تسلم ايديها. والغسيل ما شاء الله. هنا حطيت حمص الطبيخ، ما اعرفش ما اتصورش ليه، حطينا السبانخ